ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. الاكل الاقتصادي بقى اللي غير مكلف، اكيد طبعا كلنا بندور عليه، اللي ما بياخدش وقت خالص ولا مجهود. وكمان ولادنا المغتربين بيبحثوا عنه كتير قوي قوي قوي. إيه، هعمل لكم دلوقتي غدوة سريعة مش مكلفة خالص. مقاديرها ان شاء الله سهلة وطريقتها سهلة. تعالوا بقى دلوقتي نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس كده يا جماعة، دي المقادير اللي هنعمل بيها الغدوة السريعة بتاعت النهاردة. هي طبعا مش مكلفة خالص، كل اللي هنستخدمه او الحاجة الغالية يعني فيها بس البيض. معلش هو سعره دلوقتي يعني مش قليل بصراحة، بس طبعا مقارنة يعني بالأسعار التانية يعني حاجة بقى معقولة ومش هتتكلفنا كتير. خلاص، هنا معايا 4 بيضات، ومعايا بطاطسيتين كبار بشرهم بالطريقة دي وصفيتها طبعا من المية. معايا هنا واحد بس فلفل سبايسي قطعته بالشكل ده، لو مش عاوزة سبايسي يبقى فلفل أخضر عادي. وكمان بصلاية صغيرة قطعتها مكعبات، وكمان طماطماية، ومعايا نص كوباية من الدقيق. خلاص كده المقادير اهي سهلة، مفيهاش اي حاجة صعبة خالص. يلا بقى دلوقتي نسمي الله كده ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. خلاص يا جماعة، اول حاجة هنجيب بولا بايركس، اي حاجة احنا هنشتغل فيه او هنعمل الاول الخلطة بالشكل ده. بصي، اول حاجة هنحط البيض. البيض يا جماعة انا بحب اغسله بصراحة قبل ما بستخدمه، مش عارفة بقى في حد زي كده ولا ايه. هنكسر البيض كده بالشكل ده. دول 4، عايزة يتكتري يعني كمان عن ال4 براحتك، بس هي ال4 يعني احسن، احسن عدد ليها بصراحة. او لو كمان لو هتكتري بطاطس يبقى اكيد هتكتري في البيت. خلاص يا بنانيت، كده هنحط بقى رشة من الملح. نحط رشة من الملح، وكمان رشة فلفل اسمر. ما تحطلهاش اي توابل تانية. خلاص يا بنات، يلا بقى كده نضرب البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي هي سهلة، مش هتاخد معاكي وقت خالص خالص في المطبخ، مش هتقفي كتير بقى في الجو الحر ده بصراحة. بالشكل ده بعد ما ضربنا البيض هننزل بقى بالدقيق. بصي المقادير كلها كده فوق بعض. ونديها بقى تقليب كده لحد طبعا الدقيق اللي معانا ده ما يختفي خالص في البيض. وقلبي بقى كده. بالشكل ده نبدأ ننزل بقى بالخضار اللي معانا. نحط الطماطم وكمان الفلفل، كمان هحط البصلايه. كله يا جماعه متقطع مكعبات. ونقلب تاني. بصي دي لوحدها حكايه الصراحه، لو حطيتيها في بايركس كده وفي الفرن هتطلع معاكي حلوه جدا جدا. على فكره دي مش عجه، يعني هي شبه العجه بس هي مش عجه، هي قريبه العجه بس هي مش عجه خالص. نبدا بقى نحط البطاطس المبشوره اللي صفيناها من الميه. وبرده هنقلب كده. ممكن دلوقتي كمان نزود لها شويه من الملح. هنظبطها بقى قبل ما خلاص هنحطها في البايركس بتاعنا. شويه صغيرين تاني من الملح كده، وكمان شويه صغيرين تاني من الفلفل. وبس خلاص، الوصفه بتاعتنا او الغدوه اللي قلت لكم عليها السريعه دي خلاص اهي جهزت.
بصي بقت جميله جدا، شكلها حلو جدا جدا. على فكره لما هتدخل الفرن هتلاقيها نفخت معاكي كده وبقت حلوه. على فكره كمان نقدر نحط لها دلوقتي نص معلقه من البيكنج باودر، هتخليها تنفش معانا كده. ثواني نجيبها من التلاجة ونحط لها نص معلقه كده. اهو يا جماعه بالشكل ده. حط لها رشه كده، ايوه بس مش اكتر. الرشه اللي حطيناها دي هتنفخ كده وهتبقى جميله جدا جدا. بصي هتبقى شبه الكيكه كده، اول ما هتخرج هتبقى حلوه جدا. بس خلاص مش اكتر من كده. نجيب بقى البايركس بتاعنا. على فكره كمان ممكن نحط لها بقى ايه معلقه من عايزه تحط لها زيت ذره اوكي، حط لها. مش عايزه نحط لها بقى معلقه سمنه كده. نحط لها معلقه من السمنه، كمان نحط لها معلقتين ندلعها شويه، عشان هي طبعا ما فيهاش لحوم بقى ولا الكلام ده كله. بس خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا اسهل من كده. اهي خلاص خلصت في دقايق واحنا واقفين كده، ولا خدنا بقى وقت ولا خدنا مجهود ولا الكلام ده كله. ومقاديرها زي ما انتوا شايفين برضو مش كتير قوي يعني. اهي بالشكل ده هتدخل الفرن. اول ما تتحمر وشها كده هتبقى حلوه جدا، وهخرجها من الفرن. كمان لو عايزه تحط لها من فوق جبنه اوكي، حط لها اي نوع جبن قبل ما تدخليها الفرن، عشان كمان تخلي وشها كده احمر. بس طبعا بما انها هي فيها بيض، لا هو اوريدي يعني وشها يحمر. دخلها الفرن ولما تخرج ان شاء الله في الاخر نشوف شكلها. بس كده يا جماعه الاكله اللي عملناها مع بعض اهي. بصي شكلها مغري جدا، وقلبت على شكل الكيك زي ما قلت لكم. ريحتها فظيعه. قدميها جنب سلطه، افتحي جنبها شيبس وخلاص على كده. او كمان ممكن تعملي جنبها مكرونه وبطاطس محمره، ومخلي بقت عندك وجبه سريعه مغذيه وطعمها كمان حلو جدا. جربيها ان شاء الله باذن الله تعجبك جدا. بس كده ده كان فيديو النهارده. باي باي حبايبي.